مساء الخير. القصة المرة دي عن قصة نبيه وإيه وماجدة. ماجدة ونبيه كانوا جيران صغيرين. كان هو نبيه في ثانوية عامة، وماجدة كانت في إعدادي. المهم كانوا جيران قدام بعضهم. مساء الخير، تقول له مساء النور، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. المهم ما تيجي نروح النادي. كان يخرجوا يروحوا النادي. كان في نادي اسمه نادي المية في العباسية، يقعدوا يلعبوا تنس طاولة ويلعبوا اي لعبة، ويقعدوا في الشمس يتكلموا. كان قصة ايه، زي اخوات يعني، صداقة. المهم نشأت بينهم قصة ايه، صداقة. بدأت صداقة في الأول وبعدين انتهت بالحب، يعني هي بتحبه وهو بيحبها. المهم في النهاية هو ايه، ماشي مرة بيها ورايح النادي، وقابله ناس شباب صيع في شارع كان أحمد سعيد. ما تسيبها البت دي وخد عرقها. اسيبها خد عرقها يعني ايه؟ دي خطيبتك. ها، صدفة ان في واحد منهم من اللي بيصيع دول كان زميله في المدرسة، بس صاع يعني من ضمن الصيع اللي بتاع الحتة بتاعت في العباسية واحمد سعيد والحتة دي. فقال له، هي بقى ايه، ماجدة دي قالت لهم ايه، لو كنتوا جدعين ما تجوش على واحد وانتوا شله مع بعضكم، واحد بس اديكوا، واحد بس فيكم اللي يتكلموا، مش شله. اما كان عارف واحد منهم اسمه سعيد، قال له ازيك يا سعيد؟ قال له ازيك يا نبيه؟ قال له ازيك، انت كنت معايا في ثالثه تاني مش كده؟ قال له ايوه. قال لهم يا جماعه ده زميلي وصاحبي ومش معقول نخبط في بعض، فاسبوه وايه والبت دي مش كويسه على فكره، جايبه لك المشاكل يا نبيه، ابعد عنها، نصيحه مني. المهم خد ماجدة نبيه وروحوا وايه، وكانت دي نهايه بقى ايه علاقتهم ببعض. قالت له انت ازاي ما دافعتش عني؟ فمهم وهو في وسط ما بيتكلمهم واحد منهم اداله شنكل، وقعه في الارض. وبعد ما قعد ونبيه وقع في الارض، اما قلت له ده الواد ضربك وقعك في الارض. لا ما انا قمت بسرعه. هو يعني ما كانش بتاع مشاكل، هو هو كان طالب مجتهد قوي بيطلع بالاوائل. وكانت علاقته بماجدة دي نبيه دي، كان علاقته بيها كانت صداقه الاول واخوه وبيروحوا النادي. المهم بدأ ايه، اما اتهزق قدامها، اتهزت شخصيته قدامها. فجات ماجدة بقى ايه، وصلت لثانوية عامة وسقطت في الثانوية العامة، ما خدتهاش، وجالها عريس. قالت له جاي لي عريس ظابط يا نبيه، وانا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لها طب هتعملي ايه؟ قالت له مش عارفة، بس لازم تصرفني. امي بتقول لي مش عايزاه ليه؟ انت مش نافعة في المدارس، وده جاي ياخدك على كده. وماجدة دي كانت جميلة جدا، كانت شكل المذيعات اللي جمال قوي، اللي هي ايه. المهم قالت له وبعدين يا نبيل، قال لها وافقي، اعتبر نفسه ان قال لها نعتبر ان احنا صداقتنا دي صداقة وان احنا اخوات، وافقي. واتجوزت ماجدة، اتجوزت سمير ظابط، وعاشت معاه وخلفت. وبدأت تقابل نبيل في لما كانوا جيران، ازيك يا نبيه عامل ايه؟
قال لها مش هعمل حاجه، هعمل ايه؟ قال لها من بعد ما قصتي معاك انا ما مش عارف اتجوز خالص، لانه كل ما ادور على واحده في شكلك او في طباعك. انا كان بيحبها حب، والحب ده كان مستحيل يكمل. كانت دي قصه اسمها الحب المستحيل. كان مستحيل. خلاص هي اتجوزت وخلفت، جابت بنت وجابت ولد وجابت ومهم، وبنتها اتخرجت من الجامعه، هو لسه ما اتجوزش يا عيني، وقعد بيدور على ماجدة مش لاقي. نبيه وصل سنه 50 سنة وما اتجوزش يا عيني. كل ده عشان الحب المستحيل اللي كان لا يمكن يرجع تاني. خلاص دي بنتها بتتجوز دلوقتي. قالت لازم تتجوز يا نبيل، ما تسيبش نفسك كده يا نبيه، لازم تتجوز يا نبيه، ما تسيبش نفسك كده. لا، طب اتجوز ازاي وانا مش لاقي حد احس بيه؟ المهم فين وفين اخوه زقه على جوازه معينه واتجوزها وخلف منها بنت وولد، وبقت قصته مع ماجدة قصة من الذكريات، ودي سميناها الحب المستحيل.